مش هتعملي فراخ مشوية زي بتاعة الحاتي إلا لو عرفتوا السر اللي بيخليها تطلع في البيت زي بتاعة بره بالظبط، بتلمع، واخدة لون للشوي، ومستوية على الشعرة، والطعم حكاية. لو عملتيها بالطريقة دي وبالتتبيلة دي مش هتشتريها من بره تاني. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناة. اول حاجة معانا في المكونات، معايا فرخة 1.5 كيلو. غسلناها كويس وعملنا لها محلول نقع عشان خاطر نزيل منها اي زفاره، وعملنا فيها فتحات بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. قطعي حضرتك الفرخه الحجم اللي انت عايزاه والعدد اللي انت عايزاه. هنبدا في التتبيله. كل خطوه في التتبيله بتاعتنا بتديني طعم حلو جدا الفراخ المشويه. ضفت كوبايه من ميه البصل، ضفت عليها معلقتين من الصويا صوص، هنضيف كمان معلقتين من دبس الرمان، ونقدر نستبدل دبس الرمان بمعلقتين من العسل الاسمر. فايده